السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو نزلته. لسه راجعة بالليل البيت عندي. يعني انا اتسحرت هنا اول يوم. من اول يوم رمضان بقى ما كنتش قاعدة، لسه جاية امبارح بالليل. كنت قاعدة عند حماية. كل ده يعني ايه، قاعدة عند حماية. انتوا عارفين رمضان بيحب اللمة، وبصراحة يعني ربنا يديم لمتنا يا رب. كنت قاعدة لسه جاية امبارح بالليل. يعني ده النهارده اول فطار ليا في الشقه عندي، قلت اصوره معاكم واشارك يومي معاكم. نسمي الله كده ايه ونبتدي. كان عندي شويه غسيل، الغسيل ده انا اللي انا بنشره ده انا غسلاه امبارح بالليل. واللي انا لسه حاطاه في الغساله ده اللي انا ابتديت بيه يومي النهارده، لكن اللي بنشره ده بتاع امبارح بالليل. قلت اخلص كده التنشير، كده كده انا هعمل اكل ايه سهل وبسيط. هعمل ايه، عندي نص صدوق. قلت اعمله بالصلصه كده. اقطعه بس حتت صغيرة، فمش هياخد معايا وقت. يعني هو كله مش هياخد ساعة، الاكل كله مش هياخد ساعة الا ربع كده ايه. اعمله يعني قبل المغرب. بس جبت كنت مطلعه صدوق من بالليل، ده نص كيلو. وهعمل جنبه بطاطس مقلية. بس كده وخلاص. قطعته بس كده حتت صغيرة، وكنت عاملة نص الشفشق بتاع الخلاط طماطم. بس الطماطم بتاعت السوق ما بحبهاش اخلطها قوي، بخليها خشنة. لا عشان ما اقطعهاش يعني على ايدي، بخليها ايه خشنة. حطيت معلقة سمنة كده، سخنت الطاسة كويس. وايه وحمره كده ايه تحميرة. حمره في السمنة. بس وفطار كده ايه سريع كده وبسيط والحمد لله يعني على كده. هحط معلقة دبس رمان صغيرة وصويا صوص برضو صغير، ونص معلقة فلفل اسمر. برضو حطيت مع نص معلقة ملح، عشان الصدوق بيبقى عليه بهارات وملح. بخلي يعني الحاجة اللي هي تبقى محتاجة ملح احسن من اللي انا ازود فيها ملح. خايف اللي انا ازود فيها ملح يبقى ايه ملح مش عارفة ادويها، لكن لما تبقى ناقصة ملح عادي ممكن احط شوية ملح، اظبط الملح يعني بعد ايه ما افطر. حطيت كده الطماطم، وعطيتها برضو تشويحة كده وايه، وهغطي عليها واسيبها ايه تتسبك معاها مع قرنين فلفل، بس زودت قرن كمان فلفل. وربع معلقة سكر صغيرة عشان الصلصة. واسيبها تتسبك مع بعض كده، اغطي عليها بس كده ايه واسيبها. مش هفكركم حبايبي باللايك والاشتراك في القناة وكومنت حلو منكم كده. وبشكر برضو كل اللي بعت لي كومنت يعني. ربنا يجازيكم خير ان شاء الله. هنا خلاص كانت اتسبكت خالص وايه وطفيت عليها. هنا بقى وقت الاذان. صبيت كان عندي دوم لسه جايلي يعني انا بصراحه ما بعملش عصاير في البيت. قليل قوي قوي لو عملت عصاير في البيت، بصراحه العصاير بتجيلي من المحل. انا جالي دوم فقلت ايه نشربوه يعني النهارده. قدمت معاه برضو التمر البلح التمر. وهو وقت المغربيه اهو، وحضرت الفطار وفطرنا. بس يومنا ما خلصش على كده، قلت برضو ايه اشطب المواعين على طول. مش على طول يعني ان انا ايه ما سيبهاش على مواعين السحور، لان لو سبت مواعين الفطار مع مواعين السحور هيبقى المطبخ مليان. وهي شوية كده صغيرين. بحب اخلصهم قبل ما ايه احضر السحور وكده. بصلي العشاء واروح ايه بتاع ده داخله بقى على المطبخ ايه اشطبه ايه ما اخليش فيه اي حاجه. بس قلت اخلص كده، وده اخر حاجة معايا بعد غسيل المواعين ده. قعدت منتج اهو معاكم الفيديو. وهو فاضل لي بس البتاع ده. ان انا اقوم انشر الشوية اللي في الغسالة. بس ويبقى يومنا كده انتهى. وشوية كده انا عندي في البيت عندي بتسحر بدري، بحضر السحور بدري. بس يعني كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، نعاد عليكم وعلينا بالخير ان شاء الله. كومنت حلو منكم بقى كده، ودعوة حلوة ليكم ليا كده ان شاء الله، ليا وليكم ان شاء الله، ليكم بالمثل ان شاء الله. تنسونيش برضو في اللايك عشان يرفع الفيديو. انا بحب اشارك يومي معاكم. اول ما جيت والله اما صورت فيديو عشان اشاركه معاك، اشارك يومي معاكم.
يا رب اليوم الفيديو يكون عجبكم. وده يومي انا، مفيش حاجة، كل حاجة قدامكم اهو. ما خدوش في ايدي وقت. وكده كده لما بعمل الفطار برضو اي حاجة بتطلع من الفطار بغسلها على طول اول باول. بس هنا بقى قلت اعمل لي كوبايه قهوه كده باللبن. انا كنت شربت واحده بعد الفطار على طول، بشربها قهوه ساده يعني كده من غير اللبن. بعد ما اخلص اللي ورايا كله اعمل لي كوبايه قهوه كده باللبن وخلاص كده. مش هفكركم حبايبي تاني باللايك والاشتراك في القناه وكومنت حلو منكم كده. يلا اقول لكم سلام.